بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوا في الفيديو. دي قناتي، لو أول مرة بتشوفوا القناة عندي أتمنى طبعا نشترك، وأتمنى كمان حطوا لي لايك على الفيديو عشان إن شاء الله أول ما أبدأ أنزل فيديو يبدأ يوصل لحضراتكم إن احنا نزلنا فيديو. فرجاء كده تفعلوا بس باللايك على الفيديو، وكمان سيبوا لي تعليق، وصباحكم زي الهنا. بصوا بقى اللي متابع معايا، دي دورة الفراخ البيضة بتاعتنا النهارده كده ان شاء الله، العمر الخامس في عمر الفراخ البيضة. هقول لكم بقى بالظبط ان شاء الله هنعمل ايه. تمام، هو هيبقى فيديو قصير كده بس برضو عشان الاستفادة، والناس برضو اللي جايبة كتاكيت هنشوف هنعمل ايه. طبعا احنا ادينا في الاول التحصينات خلاص، وزي ما قلت لكم في فيديو امبارح التحصينات ده على حسب 4 ايام 5 ايام 3 ايام، على حسب العلاج اللي انت بتجيبيه، وعلى حسب برضو ما الدكتور البيطري بيقول لك انت بتدي قد ايه. وفي ناس بتدي كمان مع التحصينات مثلا 12 ساعة مضاد و12 ساعة رافع مناعة او فيتامينات. بس انا ما بعملش كده، انا الصراحة بديلهم المضاد. بس عايزه اقولك على حاجه، الناس اللي جايبه شويه كتاكيت مشاريع كلام من ده لازم تمشي على جدول للعلاج للفراخ البيضاء. بيكون جدول بسيط لازم تمشي عليه، لان طبعا كل ما العدد ما بيزيد كل ما الفرخ بيكون معرض معاكي بقى ان يحصل برد، يحصل اسهالات، مشاكل كلام من ده. انما الصراحه العدد الصغير ده باذن الله دورته بتبقى خفيفه وبتعدي على طول. هقول لكم انا عملنا ايه النهارده. تمام، فخدي بالك من النقطه دي، لازم تكوني واخده بالك. زي ما انتم شايفين كده انا هبدا اعمل ايه. خلاص خلصت التحصينات، يبقى العمر الخامس هكبر السقايه بتاعتي شويه، وهبدا هحط ميه عاديه خالص من الحنفيه، مش هدي اي حاجه خالص ليهم النهارده في العمر الخامس. والاعشاب زي ما احنا حاطينها، الثوم البودر، البصل البودر، الكركم. وهرجع بس برضه هتكلم معاكي في نقطه الناس اللي جايبه مشاريع. في جرعات بتمشي عليها، في مضاد سموم، في جرعه للكوكسيديا جرعتين، واحده وقائيه وواحده فعاله. في ممكن بقى تدي شويه فيتامينات، شويه رافع مناعه، الكلام ده ده للناس اللي جايبه مشاريع. الناس اللي هي تربيه بيتي كده وحاجات بسيطه، ما تجيبيش اي علاج خالص، مشيها كده. تمام، فحبيت اقول لك. طيب انا ليه النهارده حطيت ميه ساده خالص؟ الفرخ يا حبايبي بيكون طالع جرعه المضاد بتكون جامده شويه برضو على الكتكوت، خدي بالك. فانا بعمل ايه؟ خلاص انا بحاول ان انا بقى اطلع من جسمه اي حاجه، او لو في اي حاجه، وببدا بقى ادي ميه بيضه ساده خالص. العمر السادس ان شاء الله برضو هقول لكم هنبدا بقى نشتغل معاهم ايه بالظبط باذن الله. طلعتي بقى من بعد التحصينات مفيش مشاكل، مفيش اسهالات، مفيش الكلام ده، كده تمام زي الفل معاكي. في شويه مشاكل اعملي زي ما انا قلت لك كده، برضو هنبدا نحط معلقه نشا، هنعمل بقى حاجات طبيعيه خالص. هنستخدم بقى اي مطهر معوي، انتينال، اي حاجه مطهره عندك. هتبداي تاخدي غطا على رتل الميه وتبداي تقدمي. العمر الكبير شويه بعد ال 15 ادي حبايه، حبايه اي حبايه للاسهال مفيش مشكله، دوبيها لهم على رتل الميه واديهم يشربوا مع كوبايه شاي، وان شاء الله باذن الله انت هتبصي تلاقي الدنيا اتظبطت عندك. طيب ده الدنيا مش راضيه تتظبط عندك، يبقى انت عندك مشكله في درجات الحراره. انا دلوقتي بعمل ايه حبايبي؟ انا الصراحه بشغل اللمبه بالليل اللي هي الحراريه، وباجي من بعد الساعه 12 او 12 ونص واحده بطفي اللمبه دي خالص، بطفيها لحد بعد العصر ببدا اشغلها. تمام، يعني اللمبه دي مش اساسيه عندي ان انا مش مشغلاها طول النهار ولا حاجه، انا بطفي وبقيد بطفي وبقيد على حسب الوضع عندي ايه. بس حبيت اكد عليكي الحته دي بالظبط عشان برضو تكوني واخده بالك. مش معنى كده ان احنا نسيب اللمبه شغاله ال 24 ساعه، لا، انت بتطفي وبتقيدي. ده كان فيديو النهارده، استنوني ان شاء الله بكره هقول لكم هنعمل ايه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطي لي اللايك. مع السلامه.